لا احنا هنا بنعمل حاجات كتير قوي قوي، دي حاجه من ضمن الحاجات. دي حاجه بسيطه قد كده. في كل حاجه في الفيلم ده بجد. انا نفسي مش عارف انا بعمل ايه. والله انا بعمل شخصيه، انا شخصيا حاببها جدا بجد. حاجه انا ما عملتهاش قبل كده ومتفائل بيها قوي قوي، وحاسس ان اللي فات كوم وده حاجه تانية خالص. تقول لي ليه؟ اقول لك معرفش، احساس. بجد حابب قوي الشخصيه دي، وحابب الكرو ده كله. كاست العمل، زائد ان في حته تفاؤل بالنسبه لي انا شخصيا. الفيلم اللي عملني، اللي خلى الناس حبتني، كان مع اسعاد يونس. والفيلم ده لا مش معاها بس، ده هي كمان بطلة الفيلم. حاسس بتفاؤل فوق الوصف، ومش بقول الكلام ده بجد دعاية للفيلم، لا ده انطباع شخصي عندي انا شخصيا. عشان كده برغم من التعب اللي احنا بنتعبه في الفيلم ده، لان بنعمل اوفر دوز فعلا، ومع ذلك انا بروح مبسوط، بروح سعيد جدا، وحاسس ان في حاجة جديدة بتحصل، وشخصية جديدة غنية جدا جدا. احداث الفيلم نفسها غنية جدا. بنعمل كل حاجة، هتلاقوا كوميدي وهتلاقوا تراجيدي، هتلاقوا اكشن. وده نادرا ما يجتمع في فيلم واحد. كل الابطال العمل مبسوطين جدا. بنروح عايزين ننام ونصحى ونيجي تاني يوم عشان نكمل الشغل ده. البرنس حشمت ده اللي انا بعمله، ده راجل ملوش ملكة زي ما بيقولوا. نصاب و ما تفهملوش هو ايه يعني ايه، ويبين انه شخص طيب جدا، ويدخل ساعات يتكلم انه راجل يعني ولي وتقي وتمام، وشويه تلاقوه مجرم ونصاب وخطاف وبلوى سودا، تركيبه كده ملهاش ملكه. عشان كده انا حابب الشخصيه دي جدا. وفي نفس الوقت المجرم اللي اللي هو راجل الشمال، بس ما تكرهوش، ما تقولش يا ساتر وتتضايق منه او تبقى كارهه او بتاع. لا، وده اللي عجبني في الشخصيه ديت، انه ظريف وانسان في الاخر، وبيتاثر في مواقف، وبيبكي في لحظات، وتلاقيه مجرم وراجل عايش كده ليه دماغ تانية. لا، شخصيه غنيه. لا مش اول مره، برضو كانت برضو بالمناسبه اللي انا قلته، كان الفيلم اللي انا عرف الناس بيا كان امير البحار، كان انتاج اسعاد يونس واخراج وائل احسان. فالمره دي انتاج وبطوله اسعاد يونس واخراج وائل احسان، وبالتالي في طاقه ايجابيه كده كلنا حسيناها بصراحه في الفيلم. لا الراجل ده كرييتيف قوي، بيعمل حاجات، يعني بيعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. بتبقى جاي في دماغك في حاجة، مجرد ان يعمل لك يديك كيو كده، يخليك بتدخل في حتة تانية خالص وانت حاببها، مع انك جاي انت في دماغك تركيبة معينة للمشهد اللي هتعمله. بتفاجأ انه بيقلب كيان المشهد كله، وبيدخلك في سكة تانية، تقول الله ازاي دي ما جاتليش الفكرة دي. بينكشك. دي اللي عجباني في وائل احسان. الراجل ده قادر يعمل كوميدي وتراجيدي في نفس الوقت، وبجودة الكوميدي اللي بيعمله. فهو بصراحة متميز، عشان كده انا بحب اشتغل معاه. الفيلم اللي انا عملته مع هنيدي كان اللي هو مرعي البريمو. اخر مسلسل لا في مسلسلات كتير قوي شفتها، والحاجات اللي انا بعملها دلوقتي كمان في المسلسلات اللي انا بعملها في الفترة الحالية يعني عايش فيها برضو لسه يعني. انا ما زلت شايف ان نجم 23 هو عبد الحليم حافظ. انا ما زلت كل ما اسال مين مطرب 23 اقول لهم عبد الحليم حافظ، ولحد يعني اخر يوم في عمري هفضل اقول، لان هو ده اللي انا طلعت عليه وبحبه وبعشقه، وحاسس ان هو مواكب العصر اللي احنا فيه باغانيه الخفيفه والجميله
الرومانسيه بتاعته ما اعرفش تقولوا عليها ده قديمه بقى، لا ما زلت بسمع عبد الحليم حافظ وام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وفيروز. معلش سامحوني. هي كل حاجه، الطفوله والصبا والشباب زي ما انا بقول، هي بتفكرني بكل لحظه انا قضيتها في عمري. انا ما زلت افتكر الافلام اللي انا شفتها زمان للناس ديت، لعبد الحليم بالذات، اعيشها كانها النهارده، مع انها فات عليها اكتر من 50 سنه مثلا ما شفتها، ومع ذلك بحبها. بتفكرني باللحظه اللي انا شفت فيها الفيلم دي. انا كنت فيها عندي كام سنه وفي سنه ايه، وذكريات الحب الاول زي ما بيقولوا، والشقاوه بتاعت واحنا عيال صغيره وبنحب الاول مره لا، دنيا تانية. ابيض طبعا. بقسماط بالدقه، واللي جابتها لي هي اللي اديتها لي، قالت لي انت اتغديت؟ قلت لها لا ماليش نفس. قالت طب ايه رايك بقى في بقسماط بالدقه والجبنه الرومي والبيض وبتاع؟ قلت لها ايه ده بقى؟ فجوعتني مع اني ما كنتش جعان لما جيت. اخر حاجه اشتريتها كان بدله، عشان كان في حفل تكريمي في المهرجان القومي للمسرح، فاشتريت بدله عشان احضر بيها حفل التكريم. انتظروني في البرنس حشمت في فيلم عصابة عظيمة، ضروري. خلاص.